المدير الفني لمنتخب غانا يحذر منتخب مصر. السلام عليكم ورحمة الله. حذر كواسي أبيال المدير الفني لمنتخب غانا نظيره المصري من الاعتماد المطلق على محمد صلاح في تسجيل الأهداف، وطلب البحث عن حلول جديدة بالنسبة للفريق. هذا وقد فاز المنتخب المصري على نظيره الغاني في تصفيات كأس العالم، وتأهل إلى النهائيات المقبلة في روسيا 2018، واستطاع الفوز في القاهرة بوجود محمد صلاح، وتعادل في غانا بالجولة الختامية في غياب صلاح. وقال مدرب غانا في تصريحات لموقع كويسي فري سبورت الغاني: لقد لعبنا أمام مصر، لكن كما قلت من قبل دائما ما يعتمد الجانب الهجومي للفريق على لاعب واحد فقط، وهذا ليس أفضل خيار، لأنه إذا لم يسجل ستكون هناك مشكلة للفريق بالكامل. وأضاف: إذا قاموا بالعمل بشكل أكبر من أجل البحث عن لاعبين أو ثلاثة ينافسون في المستويات الكبرى، لن يقوم المنافس بشكل تلقائي بغلق المساحات على صلاح لوجود عناصر أخرى في نفس مستواه. ويلعب المنتخب المصري مباريات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى التي تضم روسيا، أوروغواي والمنتخب السعودي.